اصل غلاب مثل كلنا بنسمعه في حياتنا، بس اوقات بنلاقي ناس بتتهرب من حياتها وتجري تبين للناس انها اتربت او عاشت في مكان تاني خالص. اولا مش عيب يكون الواحد بدأ حياته وهو بسيط وكافح لحد ما يوصل للمكان اللي هو عاوزها. مش شرط الناس تحترمك لما تقول بابا وماما او انت تعوجي لسانك وانت بتتكلمي، ده مش معيار ولاد الناس. مين بقى بيحاول يهرب من حياته وبداياته اكتر، الراجل ولا الست ويقول لك انا لا اكذب ولكني اتجمل؟ طبعا هرحب بضيوفي اللي معايا في الاستوديو، استاذ عماد غنيم استشاري الصحه النفسيه والعلاقات، وطبعا ممثل الرجاله استاذه بسمه الهواري مدربه تنميه بشريه واخصائيه في العلاج بالمشاعر ممثله للستات. ازيكم؟ مساء الفل عليكي، مبسوط اني معاكي، ومساء الفل على كل المشاهدين، وطبعا مبسوط بتواجدي انا وبسمه معاكي. السؤال اول سؤال هساله اوكي ليكم انتوا الاثنين، مين اكتر بيتهرب، الست ولا الراجل، ان هو الناس تبقى عارفه هو ابتدى ازاي او اصله ايه او عاش فين او اتربى ازاي، الراجل ولا الست؟ بصي بصراحه مالهاش علاقه بالراجل اكتر ولا الست، يعني ليها علاقه اصلا بالتربيه والمبادئ والشخص نفسه. يعني ممكن تلاقي رجاله بتعمل كده وستات كمان بتعمل كده، فاذا ما لهاش دعوه. لان احنا انت عارفه هبه ان السمات بتاعت الشخصيه، في فرق ما بين السمات الشخصيه الذكوريه والسمات الشخصيه الانثويه، يعني للراجل وللست. فاذا التربيه بقى هنا الشخص بيهرب من ده، بيحاول يغير من نفسه، بيحاول يحسن، ولكن زي ما انت قلتي هو مش صح ان الواحد يهرب من اصله. أيوة. ومش عيب، بس هو في اعتراض بس ان الرجاله هي اللي ممكن تكون بتحاول ان هي تهرب من اصلها شويه، وده بنشوفها في الجوازه الثانيه كتير. معلش يا استاذه عماد انا اسفه، بس يعني هي احنا بنشوف ان الراجل دايما بيبقى معاه ست ما تبقاش طيب. انا مش عايزاك تبقى طيب خالص عشان يعني تبقى خلي بالك. بص يعني تبقى دايما قلت كلام في النص محايد، هي مش محايده، هي مع الستات. انا بشوف دايما ان الراجل حتى بيلجأ للجوازه الثانيه عشان يغير من حياته كلها القديمه ويعني يتنكر منها. انا بشوف كده. طيب ما هنرجع نقول لو الجوازه الاولانيه كانت ناجحه والعلاقات كانت كويسه، مش هيلجأ هو بيحب يشوف نفسه بمنظر مختلف، هو مش حابب يشوف نفسه الموظف البسيط، هو حابب يشوف نفسه الراجل يعني صاحب الشركات والحاجات دي، ما حد يليق بيه، فبيشوف ان الزوجه الثانيه ما بتلاقيش بيه. فانا بشوف ان الرجاله بصراحه يعني انت شايفه ان الراجل هو اكتر من الست بيلجأ اول ما بيحس ان هو غير في حياته او بقى عنده الامكانيات او حقق الاحلام اللي هو كان نفسه فيها، على طول بيقوم سايب الناس اللي عارفه اصله وبيجري يدور على حد ما يعرفش اصله، يبتدي بدايه جديده. طب هو ليه ممكن الواحد يعمل كده؟ للتغيير. احنا كنا لسه من شويه بنقول التغيير والترديد هو بيخلي الشخص يعمل كده، ولكن دي برضو مش هروب من الاصل. هو انت هتلاقي اللي بيتجوز جوازتين او ثلاثه ما هو نفس المستوى، يعني مش بتلاقي الجوازه الاولانيه في مستوى وبيخلي الثانيه والثالثه في مستوى ثاني، لا هو هنا بيجدد وبيغير. بس هو مش كل الناس حتى اللي بتبقى مثلا ماديا بتستريح بعد وقت وينسى ان هو كان في الاول قليل بيلجأ للجواز. هي دي عشان كده انا مش حابب اربط ما بين دي ودي، يعني مش عايز تربط بين الجواز وبين التهرب من الاصل. خلينا نقول ان دلوقتي يعني في المجتمع بتاعنا ده اللي احنا بنشوفه، يعني احنا بنتكلم عن ظاهره احنا بنشوفها في حياتنا. طب ايه اللي بيخلي او بيدفع الشخص سواء ست او راجل ان هو يعمل كده؟ بتبقى اضطرابات. احنا لو جينا بقى بصينا للاول خالص هنلاقي فيه اضطراب في الشخصيه، هو مش حابب عيشته، ما كانش حابب حياته وهو صغير مثلا، فحب ان هو يغير فبينسى او بيتناسى الحاجات اللي هو عاشها. بتبقى اضطرابات في الشخصيه. طب انا كهبه او كاي حد بيتفرج علينا دلوقتي اتعامل مع الشخصيات اللي من النوع ده ازاي؟ بصي لما بنيجي نتعامل مع العلاقات سواء الزواج او اي ريليشن او اي علاقات في حياتنا، هي كلها في الاول في الاخر هي ريليشنز بتزيد تبع العلاقه. بمعنى يعني في الاول بتبقى في علاقه بسيطه مع الحد انا ماشي في الشارع. حضرتك لما سافرت بره وانا وبسمه وكل الناس اللي بتسافر بره وبتشوفنا دلوقتي، احنا بره في اوروبا وانت ماشيه في الشارع ما انتش عارفه اللي جاي قدامك بيقول لك هاي وهلو، صح ولا لا؟ صح. ايوه عايز اقول لك انا واحد من الناس لما سافرت بره وشفت الثقافه دي، وكانت هي واحده عدت قدامي وقالت لي
هاي هلو. انا بعد ما عديت بعد فتره بقيت عمال ابص ورا، هو بيتكلمني انا ولا بيكلمني بيتكلم أنا؟ حد كانت ليا تاني؟ انا طب يعني اقف ولا كانت عايزه حاجه مني، فاذا الثقافات مختلفة. معجبه بيا مثلا. فاذا هنا الريليشن 5%، لان هي مطلوب منها ان هي تديني الامان والثقه، ان احنا تبقى يعني بتحس ان انت شخص طبيعي، مش هقعد بقى ابص لها يعني خلاص وعدينا. تعلى الريليشن لغايه 95%، اللي هي العلاقه ما بين الاثنين المتجوزين، وبرده في 5% برايفسي، يعني انا بفصل في السيركل بتاعتي وهي بتفصل في السيركل بتاعتها. فعشان ما اطولش في النقطه دي، هو العلاقات بشكل بسيط هي لازم يكون في صراحه، وضوح، صراحه وضوح وثقه. الثلاث حاجات دي مهمه قوي في اي ريليشن. طب استاذه بسمه، انا بحس ان البنات او الستات هي اللي بتعمل كده اكتر. تلاقي البنت من هنا داخله عليكي عوجه لسانها وبتتكلم بطريقه غريبه كده شويه، على اساس ان الاسلوب ده او الطريقه دي ان هي كده من المجتمع الهاي سوسايتي، او المجتمع الناس اللي معاها فلوس، او اللي متربيه، او دخلت الجامعه الامريكيه، والحاجات دي كلها. ما احنا قلنا ان تبقى في اضطرابات في الشخصيه، يعني دي تبقى اضطراب في الشخصيه. لا، انا بتكلم على بوينت ان البنات هي بتعمل كده اكتر من الرجاله. انا لا اكذب ولكني اتجمل، هما بيحبوا يتجملوا بس مش اكتر من كده. من مواصفات الجمال ان البنت تكون عوجه لسانها وبتتكلم بطريقه معينه وكده. لا ما اخنفش يعني، لا انا بيخنفوا، صدقيني بيخنفوا. لا مش مواصفات الجمال ان انا اكلم الناس بتون مش التون بتاعتي، تمام؟ مش من مواصفات الجمال اللي انا امثل على الناس اللي قدامي ان انا بابا وماما، ده انا كنت عايشه او من عيله بشوات، او ماما هانم. مش ما هو مش صح. في ناس على فكره هو الصح ان انا ابين انا اتربيت ازاي، اهلي تعبوا معايا ازاي، بابايا ومامتي بذلوا مجهود عشان يربوني ازاي، وكافحوا في حياتهم ازاي، حتى لو هم كانت امكانياتهم ضعيفه بس قدروا يوصلوني الكلام ده يخليني انا افتخر. وحتى لو في مشاكل احنا مرينا بيها من واحنا صغيرين، فاحنا بنطلع نتكلم يا جماعه احنا فعلا عدينا بظروف معينه ودلوقتي بقينا في احسن حال. بالعكس، ايوه انا بقول لك انا افتخر. طب استاذ عماد، انت مع او ضد كلمه عيش عيشه اهلك؟ ايه رايك في الكلمه دي؟ لا بص، الكلمه دي بشوف ان هي يعني مش غلط، ويعني ولازم فعلا نعيش عيشه اهلنا، لان احنا فعلا ستيب باي ستيب، بس لما الدنيا بتتحسن تدريجيا معانا وتعلى، يعني المستوى المادي والله يرحمه الكلام ده فعلا نعلى بالتدريج. بس ما ننساش اصلنا، ما تنسيش برضو يا استاذه هبه ان اللي بينسى اصله اللي جاي مش هيدوم معاه، يعني ما ينفعش يعني. فدي حاجه. وانت كمان حتى في الانترو قلتي ان احنا لازم نعيش عيشه اهلنا ونبقى عارفين ونتعلم. احنا الناس علمونا وزرعوا عندنا مبادئ واخلاق وقيم ومبادئ في حياتنا، فبالتالي احنا بنكمل عليها. بس زي ما كنا بنتكلم انا وبسمه قبل ما يدخل على الهواء، لو الدنيا اتحسنت ماديا نعمل التغيير مطلوب. نعلى. احنا بنتكلم فيه التغيير مطلوب. انما ما ننساش، يعني مش عايزين ننسى. انا عايزه في نهايه الفقره الجميله دي عايزاكم توجهوا رساله للناس اللي هي بتحاول تتهرب من اصلها، او بيتجملوا بطريقه هي مش هي ديت الطريقه الجماليه. انا اتجمل ان انا البس شيك، اغير من ستايلي، اغير من اسلوبي، بس مش ان انا انكر الاصول بتاعتي واهلي اللي ربوني. بصي، هو انا اقول نصيحه يعني نصيحه واحده بس، اوكي؟ طول ما انت مزيف او طول ما انت بتجري ورا حاجات مزيفه، طول ما السيركل اللي حواليك هتبقى كلها مزيفه، فكن حقيقي. بس كلمه حلوه دي القصه. والجمال جمال الروح، يعني برضو الله. دي حقيقه فعلا. يعني الناس بتشوف نفسها ان هي لما هتتجمل الناس هتشوفها كويسه، لا هي مداد للي بسمه قالته، ان الجمال فعلا جمال الطبع، جمال الروح، جمال من جواك، جمال البساطه. يعني الجمال بتاعك في بساطتك وفي شيرتك وفي هدوءك. استاذ عماد، استاذه بسمه، فعلا نورتوني وكلامكم كان جميل جدا.